وصلنا من مصادر موثوق بها أن الجنرال أمسي أمين قادم مع مجموعة من الجنود البواسل والشجعان لتخليص البلاد العربية من الاحتلال المعنوي والفكري والمادي. ووصلنا هذا التسجيل المرئي والمسموع من الجنرال بنفسه من المنصورة. مانو دريان، ALC News. انسجام بين الواقع والاحلام، بيجيب كلام تمام طلع قدام وسط الزحام. الى الامام للانتقام بتعبيرات وش الاجرام، هتقوم حروب مفيش سلام. انسان معدوم تفكيره مسموم من جيش مدعوم ضد الطيار بيعوم مهموم، والناس اللي بتلوم مش راضي يكون مظلوم. يمشي في طريق الهروب مش راضي يكون مغلوب، ويجيب حقه المسلوب ويدمر القلوب وينمي العقول. القلوب ممكن تخسر والعقول مش معقول. اما امين يقول كلام يبقى هو المسؤول، لو هتكون في طريق معايا يبقى تمشي على طول معايا. جيب مجندين مجهزين مجاهدين معدلين مدربين مسيطرين على الجبهتين، شمال يمين كلكوا عارفين مين MC أمين. خليكوا سامعين يا بني آدمين. تعبيرات وش جندي جرب تعالى عندي، على أرضي عرضي هبقى مرضي الرب أدي فرض سردي هاخد غرضي. تعبيرات وش جندي جرب تعالى عندي، على أرضي عرضي هبقى مرضي الرب أدي فرض سردي هاخد غرضي. ما بتحكمش ما بتكتمش، بايدي بجيب حقي ما بتظلمش. ما تحاولش ما تغامرش مع القرش، ما تقدرش تعمل حاجه ما تفكرش ما بهزرش. عاوز تفهم بطل هرش، يا تكون على المرش يا ما تعمرش. ما تتهورش ما تتسرعش ما تتخدعش ما تتفزعش مني بطل رعش. ايوه جنرال قائد الرجال جاهز للقتال ضد الاحتلال، ودي اجابه السؤال بدون جدال. من المحال في جميع الاحوال حد يسيطر على عقلي من العيال. جنوب شمال شرق غرب حرب ضرب برد رعد صد رد فوق وتحت طول وعرض حرب برد معروف مصر فيها خير كل الارض. تعبيرات وش جندي جرب تعالى عندي، على ارضي عرضي هبقى مرضي الرب ادي فرض سردي هاخد غرضي. تعبيرات وش جندي جرب تعالى عندي، على ارضي عرضي هبقى مرضي الرب ادي فرض سردي هاخد غرضي. قص الحكايه قص ولاد قص دي اس ناخد منها الفن. قص من بداية قص للخلق. حصل في سرعة البرد. وصل من غير معاد بص للسواد. قص له كالمعتاد وصل للبلاد. حصل المقصود فصل من الرواية. فص اتفصصت الحكاية. بص سيبك بص انت شوف